صباح الخير. تعالوا مع بعض نعمل منجقونة بورسعيدي أو بريوش أو أيا كان المسمى بتاعها بعجينة هشة قطنية وبأسهل طريقة. أول حاجة جبت نص كوباية لبن، عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، قلبتهم كويس وغطيتهم. وفي البولة بتاعة العجن حطيت كيلو ونص من الدقيق، يفضل يكون دقيق خاص بالمعجنات. عليهم كوباية ونص من السكر، حوالي 90 جرام من اللبن البودر، كيس كريم شانتيه، ورشة ملح. دي المواد الجافة. لكل كيلو من الدقيق ليه كوباية سكر. قلبتهم كويس بالخطاف بتاع العجن. بدأت أحط المواد السائلة، حطيت 3 بيضات كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت معلقة صغيرة من الخل وفانيليا، وبقية اللبن هما 3 كوبايات لبن كاملين. حطيت نص كوباية للخميرة، وبعد كده حطيت كوبايتين وربع، وسبت الربع بعد كده ابقى اظبط بيه العجينة. وحطيت خليط الخميرة، شايفين الخميرة كانت اتضاعفت جدا ما شاء الله، واتفعلت جامد مع اللبن. تمام، عجنتهم كويس. العجن هنا عجنت لمدة تقريبا 4 دقايق، يعني كنت كل 4 دقايق افتح واشوف العجينة. طبعا انا بفضل اظبطها، عايزة لبن عايزة دقيق. بدأت احط 250 جرام من الزبدة على الكيلو ونص دقيق. تمام، الكيلو الكيلو دقيق ممكن ياخد منك 190 جرام، 200 جرام، 180 جرام. تمام، يعني الامر فيه ساعة شوية. بدأت هنا احط زبدة، قطعة من الزبدة. طبعا الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، كل حاجة يفضل يكون بدرجة حرارة الغرفة. كل ما احط قطعة والاقيها اختفت، اشوف العجينة اهي محتاجة دقيق ولا محتاجة سوائل. تمام، ما شاء الله. واقلب من فوق لتحت لان كان بيبقى فيه تحت دقيق. هنا انا ما كنتش عارفة اقلب كويس، فطلعت العجينة. انا بحب المعجنات قوي يا جماعة، يعني بحس ان هي حقيقي المعجنات خير في البيت. هنا بدأت اجيب قطع الزبدة اللي كانت في الحواف بتاعة العجان وادخلها في العجينة، واجيب من تحت، كنت حاسة ان في تحت شوية دقيق، جبتهم من تحت. وببقى مبسوطة قوي وانا بلعب بالعجينة. ساعات اصلا كنت يعني عمالة العب بيها اصلا وناسية ان انا بصور. مبسوطة قوي بيها. بصوا ما شاء الله، العجينة عملت كونت الجلوتين بتاعها وبقت. هنا انا زودت دقيق، حسيت ان هي بتلزق جدا. هي اصلا الطبيعي ان هي تكون بتلزق، بس انا زودت دقيق علشان اعرف ان انا افردها. يعني بتلزق بس بتخليني اعرف افردها واعملها رول. تمام. هنا ما شاء الله كانت بتلزق خفيف، وكانت ده القوام اللي انا عايزه اوصله. ما شاء الله يا جماعه، عجينه روعه روعه. جربوها بجد، هتعجبكم قوي قوي. طبعا انا العجان اخدت في العجان حوالي 12 دقيقه عجن. لو على ايدك ممكن تاخد منك 15 دقيقه. تمام، هنا انا غطيت العجينه وطفيت عليها النور وسبتها في مكان ضلمه. يعني سبتها ساعه، حوالي ساعه، ساعه وربع. هنا خلصت. بصوا العجينه نفشت جامد ازاي، ما شاء الله. الخميره يعني هي مع كل ده اخد معلقه واحده بس كبيره من الخميره اللي هي الفوريه العاديه بتاعتنا. بصوا العجينه ما شاء الله ما شاء الله. هنا انا عكيت ايدي بالدقيق وبدات انزل العجينه. طبعا انا في قمه سعادتي هنا وانا بنزل العجينه. دي مرحله من المراحل اللي انا بموت فيها. ان شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتدعموني بمتابعه عشان انزل لكم معجنات كتيره، وبجد هتجربوها مش هتندموا. هنا قسمت العجينه لاربع مربعات. خلاص، وكنت كنت بص انا معلش يا جماعه، انا بس مبسوطه قوي بالعجينه حتى وانا بتفرج عليها بس مش ماسكاها.
بصوا العجينه عامله ازاي، تحفه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص هنا حطيتهم على بعض، طبعا هما مش هيلزقوا على بعض ولا هيسيحوا ولا حاجه، انت هتعرفي تخرجيهم لو انت حاطه بين كل واحده والتانيه دقيق. بدات هنا ان انا اقطعهم، الواحده تقريبا طلعت 1 2 3 4 5 يعني حوالي 6 قطع. خلاص بصوا انا وريتكم كذا واحده، برولها كده، بعملها رول، وبعد كده بلفها بكل بساطه، والحته الاخيره بجيبها تحت المنجقونه. خلاص هنا انا دهنت الصينيه زبده خفيفه خالص، وبدات ارص عليها، وطبعا بين كل واحده والتانيه بسيب مسافه، لازم اسيب مسافه عشان هي هتخمر وهتكبر في الفرن. يا جماعه معلش انا نسيت وحطيت 3/4 معلقه صغيره من البيكنج باودر، بعتذر جدا ان نسيت. تمام هنا بقى بدات ارول كله. طبعا انتوا بجد دي مرحله سعاده بالنسبه لي ان انا افضل امسك العجينه والعب بيها كده. متهيألي اي ست، يعني اي ست زيي هتتبسط قوي بالمرحله دي. طلعت بقيت يعني بدات اطلع الباقي وارول والف والف على بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هنا ابني كان اجا وكان عمال عايز يلعب معايا بالعجينه ويلعب فيها. طيب هنا الدهان بتاع الوش، بيضه ومعلقه لبن ومعلقه صغيره نسكافيه سريع الذوبان، قهوه سريعه الذوبان، ونقطتين فانيليا، تقلبيهم كويس، وحطيت ربع معلقه من الخل وتقلبيهم كويس، وبتدهني الوش قبل ما تخمريها التخميره التانية. يعني احنا خمرناها مره ساعه في العجان، بعد كده هتخمريها مره كمان بعد ما تلفيها رول. بصوا هنا ابني عمال يلعب بالعجينه وياكل فيها حاف ويرول معايا برضو، مبسوط بيها قوي. بصوا انا دهنت دهنه وبعدين هغطيها هسيبها تتخمر بالدهان اللي انا دهنته ده عليها. بعد كده اما اشيلها من التخمير واجي ابدا ادخلها الفرن، هدهنها دهنه كمان وهرش عليها سكر الخشن اللي هو بتاع التموين ده لو تعرفوه. خلاص هنا انا دهنت دي كمان عشان هحطها تتخمر. ما شاء الله طلعت معايا كميه روعه. بصوا بقى الجمال، دخلتها الفرن على حراره 180 لمده من 20 ل 30 دقيقه. بصوا بقى طالعه عامله ازاي، تحفه. لو عملتوها ما تبخلوش عليا بتعليق جميل زيكم، وما تنسوش المتابعه واللايك عشان بيفرق معايا وبيفرق في دعمكم ليا. وبس كده، سلام.